الناس المستعجلة وعايزة تروح تخطب اليومين دول تصبر شوية يا اخوانا. بلاش حد يخطب اليومين دول. انتوا مش عارفين ان احنا داخلين على رمضان، ومادام داخلين على رمضان يبقى هتجيب شوال يميش بعد ما تخطب. ما تفكرش ان انت هتروح تجيب زبيب وجوز هند. جوز هند يا حبيبي تعبان وبعافية شوية. دلوقتي يا مش رمضان اشكال واصناف بنسمع عنها بس ما بناكلهاش. يعني هتشعلك من رجلك يا حبيبي. هيحطوا لك مرجيحة يا اخويا وهيقعدوا يمرجحوك. وكمان ما تنساش ان في عيد جاي عليك. فاكر نفسك هتروح تجيب لها عباية وتفرح بيك اياك. تاكلش هي يا اخويا من الحاجات دي. هتلاقي عيد الفطر دخل عليك يا حبيبي. وما ادراك ما عيد الفطر يا حبيبي وطلباته اللي هتروح توديها. ممكن يأجروا عربية بميكروفون ويدوروا وراك في البلد لو ما جبتش الطلبات دي. مفيش شهرين وتلاقي عيد الاضحى دخل عليك. يعني انت عايز لحمة وعايز فراخ وعايز بط ووز وغير الخضار وغير الدوشة دي كلها يا حبيبي عشان تروح توديها. كل ده عشان انت خطبت قبل رمضان. ما تقوليش طب اروح اقرا فاتحة. لو دخلت البيت عندهم اشعلكت من رجلك انت كده خلاص. يعني لو انت عامل قرض يبقى انت عايز تشحت عشان تكمل وتجيب الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي. طب انت ايه اللي غصبك يا اخويا؟ ايه اللي غصبك انت على ده كله؟ عايز تخطب يا اخويا اخطب بعد عيد الاضحى. مش لازم يعني قبل رمضان يعني وتقعد تتصطف ده كله. انت هتقعد يا اخويا تستناك هي مش هتروح حته ما تخافش. هيروحوا فين هما؟ ما قاعدين. بلاش حد يخطب قبل رمضان وعيد وعيد الفطر وعيد الاضحى. هتشعلك من رجلك.